وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه بئس الشراب وساءت مرتفقا. ورغم 80 من العمر فإن أحمد عامر يومه بالنشاط عامر، فهو يطالع الحياة والأحياء ويتابع الأخبار والأنباء، يستأنف بها نهاره ولو حتى من خلف نظارة. وقته بين مشاهد يتابعه أو كتاب يطالعه، فقد أدرك أن القراءة تنير العقل وتنفي الجهل. أما جلسته الماتعة وروضته اليانعة فمع المشايخ من أهل الفضل يتبادلون قراءة القرآن بأخوة مشهودة وقلوب على توحيد الله معقودة. ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. باعتباري نقيبا للقراء بمحافظة الشرقية، نقابة القرآن تقوم على رعاية أهل القرآن الفقراء منهم والمحتاجين، نعاونهم والحمد لله ونساعدهم ونرعى مصالحهم. بالنسبة لأهل القرآن الذين يحفظون القرآن، بالنسبة للمقارئ كنت أعمل شيخا لمقرأة المسجد المجيدي بفاقوس ومقرأة أخرى بمسجد الصوالح مركز فاقوس. ثم عندما حضرت إلى القاهرة عرض علي من صاحب الفضيلة الشيخ عبد العظيم الرومي مدير عام شؤون القرآن أن آخذ مقرأة مسجد الفتح شيخا له، فأنا فضلت أن أكون عضوا بمقرأة سيدنا الحسين، فهذا أحسن لي، أنا أقرب لبيتي وبركات طبعا على البيت. وشيخ المقرأة في مسجد سيدنا الحسين هو صاحب الفضيلة الأستاذ الدكتور أحمد المعصراوي، ولي الشرف أن أكون عضوا معه في مقرأة الحسين. قل أغير الله أتخذ وليا فاطر السماوات والأرض وهو يطعم ولا يطعم قل إني أمرت أن أكون أول من أسلم ولا تكونن من المشركين.